أشرف حكيمي في ورطة، فهل ينجو من 15 عاما من السجن؟ وهذه آخر أخبار قضية أشرف حكيمي يوم الأحد. شهدت الأزمة التي يواجهها المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان والمتعلقة باتهامه في قضية اغتصاب تطورات مفاجئة وسريعة. وكان المدعي العام في مدينة نانتير الفرنسية قدم اتهامات رسمية ضد حكيمي تتعلق بقضية اغتصاب شابة قرب منزله في باريس حدثت قبل عامين. وفي تطور مثير بالقضية، كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن رسائل خاصة جرى تبادلها بين المشتكية وصديقتها تلقي بظلال من الشك حول نوايا المشتكية وتعزز من موقف اللاعب. هذه الرسائل التي تم اكتشافها ضمن تحقيقات الشرطة تشير إلى نية مسبقة وإشارات غير متسقة مع الرواية الرسمية التي أدلت بها المشتكية سابقا. المحققون عثروا على رسائل نصية في هاتف المشتكية التي استخدمت الصحيفة اسما مستعارا لها هو إيميلي وجهتها إلى صديقتها نادية. وفي إحدى الرسائل كتبت إيميلي: أنا ذاهبة إليه، لترد عليها نادية قائلة: سوف نذهب ونجرده ونحتال عليه. هذه الرسائل التي تم اكتشافها ضمن تحقيقات الشرطة تشير إلى نية مسبقة وإشارات غير متسقة مع الرواية الرسمية التي أدلت بها المشتكية سابقا. كما استخدمت المشتكية عبارات تشير إلى سلوك عدائي أو متمرد، ما يعزز فرضية وجود نية مبيتة وراء اللقاء مع اللاعب. وتكشف الرسائل عن أن أميلي كانت في انتظار حكيمي أمام منزله في الساعة 1:09 صباحا، وهو ما يعارض ما ورد في روايتها الأصلية. صديقتها نادية وصلت توجيهها خلال تلك اللحظات برسائل توحي بتخطيط مسبق، منها: هو سينزل لكنه لن يعطيك الأكواد، في إشارة ربما إلى نية الحصول على شيء منه أو الوصول إلى هدف معين بطريقة غير بريئة. وفي تطور مثير بالقضية، كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن رسائل خاصة جرى تبادلها بين المشتكية وصديقتها تلقي بظلال من الشك حول نوايا المشتكية وتعزز من موقف اللاعب. أشرف حكيمي في ورطة، هل يواجه 15 عاما من السجن؟ هذه الرسائل التي تم اكتشافها ضمن تحقيقات الشرطة تشير إلى نية مسبقة وإشارات غير متسقة مع الرواية الرسمية التي أدلت بها المشتكية سابقا. المحققون عثروا على رسائل نصية في هاتف المشتكية التي استخدمت الصحيفة اسما مستعارا لها هو أميلي وجهتها إلى صديقتها نادية. وضمن شهادتها أقرت إيميلي بأنها لم تظهر بشكل واضح رغبتها في التوقف عن إقامة علاقة مع حكيمي، حيث إن تقرير الخبير النفسي أفاد بأنها كانت في مواجهة مع رغبة الآخر، وأن اللاعب لم يكن من المرجح أن يدرك الصراع الداخلي الذي كانت تمر به. وطبقا لتقرير ليكيب، فإن هذا التقييم أضاف مزيدا من التعقيد إلى ملف القضية وطرح تساؤلات حول مصداقية الاتهامات. ورغم هذه المستجدات لم يغلق الملف بعد، إذ إن النيابة العامة في نانتير طلبت إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية، معتبرة أن عناصر التحقيق كافية للمحاكمة. في المقابل، وصفت محامية اللاعب فاني كولين هذا القرار بغير المنطقي، مؤكدة أن تقييمات المشتكية النفسية كشفت عن تناقضات جوهرية، مما يضعف من مصداقية الملف ويثير تساؤلات جدية حول دوافع الشكوى. يذكر أنه حال إدانة حكيمي في هذه القضية فإنه يواجه عقوبة سجن قد تصل لنحو 15 عاما. كل التضامن مع اللاعب المغربي الخلوق أشرف حكيمي الذي يتعرض لحملة ممنهجة للإطاحة به، خاصة أن اللاعب ينافس على جائزة الكرة الذهبية.